ثقيلا على الهلال في مباراة تابعة مديان رضوان. الموج الأزرق ملأ الأجواء بجماهير عاطشة لا تحتاج لمجرد الأهداف والنقاط، بل تريد الضمان والأمان. فالمنتظر بات قريب المنال بصدارة مريحة تحتاج إلى الإكمال. هذا الإكمال قابله نزاع للبقاء من عنيد نموذجي كما سنتابع في قادم اللحظات. فمارس الزعيم الهلالي كل أنواع الحصار بحثا عن إعلان فرحة المدرجات. فتحي الجبال وضع لغزا محيرا أمام مرمى الحارس علي المزيدي من شارك بكل الكرات الهوائية والأرضية. فكان السؤال: من سيفك الشفرة المعقدة؟ من سيحل اللغز المحير؟ من ومن؟ دون جواب في شوط استراح فيه عبد الله المعيوف فلم نراه إلا في المناسبات. الحصار استمر دون حسن استغلال لكل ما أتيح من فرص زرقاء، والكرة أبت مطاوعة نجوم الهلال دون التقليل من دفاع كان كالجبال دافع عن حظوظه بنقطة تسر الخاطر. وخاطر فتح الجبال كان استثماره لإرهاق خصمه بعد كم من الهجمات للانقضاض، لكن لم نشاهد حتى هجمة مرتدة بيضاء، فكان نصف ملعبهم أبعد مكان بلغته الكرة. كرة لا تعترف بكمية الفرص ولا بأفضلية الاستحواذ، فعرف النموذجي أن أي تراخ في الدفاع قد يذهب بتعبهم أدراج الرياح. رياح لن تقف بوجه إعصار جمهور تحسر في هذه المباراة بقدر موسم. فكلما اقتربنا من نهاية المسار ارتفعت قيمة النقاط، ومن لم يقدر قيمة قناص يعرف أين ومتى يتواجد في المكان والزمان الصحيحين فحتما سيأتي العقاب. ياسر قوية يا رب. لغز حارس تألق لوقت طويل، وحين أفلتت منه الكرة لوهلة تواجد قناصهم الخبير ياسر القحطاني لحل واحد من أصعب ألغاز الموسم. مديان رضوان، صدى الملاعب. وكلكت فيني راحتي علقتني. مبروك للهلال، هارد لك للفتح. أبدأ معك عيسى. مبروك للهلال، حظ اوفر للفتح. الفتح اليوم قدم مباراه ابو كرم، فرط بالنتيجه عطفا على الوقت، نعم، عطفا على ابداع الحارس طوال المباراه. خطا يعني كلفه 3 نقاط، لكن لا ننسى ايضا ان الهلال ابو كرم طوال الشوطين سنحت له العديد من الفرص، هاجم، ولكن اعتبره قصه الوقت الناس عم تحكي عليها، شو الوضع؟ والله شوف ابو كرم، الهلال في اي مباراه عم بحكي على قصه الوقت، لا تقلل. لا انا ما احكي لي سيرته الذاتيه، عم نحكي على الوقت. ما في شيء من وجهه نظر. حتى على الهدف قالوا انه في فاول على ادواردو للاحتكاك مع الحارس، انا ما اراها. نسمع راي الدكتور مصطفى. من ناحيه الوقت انا برايي ما في شيء، يمكن بس بعد ما اعطى 6 دقائق خلص بده يكفي 6 دقائق، والجول اجى بدقيقه 6 و21 ثانيه، وقت رفعها سلمان الفرج كانت الثانيه 18 وكان متوقف حتى الهدف. بس فعلا كان ضيف كثير ثقيل الفتح مصطفى، يعني كابتن فتحي الجبال اليوم عمل مثل ما بيقولوا حواجز بالنسبه للهلال، يعني حتى مثل عقد دياز بالامور التكتيكيه، ما عاد يعرف دياز شو التكتيك بده يلعب فيه، غير اماكن ادواردو مرتين، غير اماكن ياسر الشهراني مرتين، التبديلات الانفيه، لعبت دور الخبره برايي محمد شلهوب وياسر القحطاني مصطفى في هيك مباريات مهمين جدا مشان يفكوا هالشفره الموجوده اوقات واتصالات الهلال، بس الدوري والكل شيء عم بصير عم بينادي للهلال. طيب هلا رح نعرف من هو رجل هذه المباراه. هو ياسر القحطاني. الحقيقه انا عم دور على انستغرام، هو حاطط شيء قبل شوي كلام ظريف، بس بدي شو كاتب؟ اغيب بكيفي وارجع واتفنن واذكر ناس فيني ما نسوني. شو رايك بهالكلام؟ للنساء في ناس ما نسوا. طيب شكرا على الترجمه.